السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. وانا بشكر كل اخواتي اللي دخلوا القناة جديد، ويا رب تكون القناة حازت على اعجابكم، وانا اتشرفت بيكم ووجودكم تاج على راسي، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي. النهاردة هنتكلم على ازاي نعمل وصفة لإزالة التشققات والخشونة، وازاي نخلي رجلينا كده بيضة وحلوة وفيها نضارة، وخصوصا في فصل الشتاء او في فصل الخريف، الفصل اللي بيبقى فيه اختلاف في درجات الحرارة. اولا هنبدأ بنعمل حمام مية كده للقدمين، على اساس ان احنا نهيئهم للي احنا هنعمله بعد كده. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم. اولا هنجيب طبق زي ده كده فيه ميه، زي ما انتم شايفين كده. الميه دي ميه دافيه. هنحط في الميه ديت شاور من اللي هو بتاع الاستحمام، وهنحط فيه معلقتين ملح، وهنبدأ نقلبهم. وبعدين هنبدأ ننقع القدمين فيه لمدة 20 دقيقة. وبعد كده هنستعمل المبرد ده مبرد قدمين، شايفينه؟ المبرد بيجي من عندي اي محلات تجميل. على عندي الكعبين نبدأ ندعك جامد ونفركهم، والقدم اليمين والقدم الشمال. بعد تلت ساعة بالظبط لما بننقعها في المية ديت بنبدأ نعمل موضوع المبرد بعد كده بننشف القدمين كويس جدا. بعد ما عملنا حمام ميه دافيه كده للقدمين وعملناهم بالمبرد، هنقول بقى هنستعمل ايه مقشر هيخلي رجلي كده زي التلج. هنعمل ايه؟ اول حاجه بوله الاول زي ديت، وهنحط فيها معلقه من الملح، ونضيف نص معلقه بيكنج صودا اللي هي البيكربونات. انا بعمل كميه صغيره، طبعا انتي لما عايزه تعملي كميه كبيره براحتك، انا بعمل بس كميه بسيطه عشان اوريكي الفكره ايه. دي معلقه بيكنج صودا. لو انت عايزه تكتري ممكن تحطي معلقتين ملح ومعلقتين بيكنج صودا. الملح بيزيل طبعا التشققات اللي بتبقى في الرجلين او اي حاجه، اي جلد ميت بيزيله. وهنحط طبعا زي ما قلنا كده البيكنج صودا، وهنحط معلقه من معجون الاسنان. معجون الاسنان بيدينا تبييض للرجلين وبيدينا في نفس الوقت نعومه. هنحط كده معلقه. زي ما انا قلت، انت زي ما تحبي لما تعملي الكميه اعمليها حسب ما انت عايزه تعملي الكميه كبيره، او لو تعملي ايديكي ورجليكي ممكن تكتري الكميه تعملي معلقتين. وهنجيب معلقتين خل او معلقه خل، عشان احنا عاملين معلقه فاحنا هنجيب معلقه خل. شايفين الفوران ده؟ بيدوب الجلد الميت كله وبيزيل. وطبعا الخل مع البيكربونات بتزيل اي روايح كريهه او اي بكتيريا موجوده في الاقدام. بعد كده هنجيب معلقه اي كريم مرطب. انا بستعمل طبعا كريم ايفا بجليسرين. نحط معلقه منه، وحطينا معلقه كريم مرطب. هنجيب معلقه بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. حطينا البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. بعد كده هنجيب معلقه من النشا اهو. النشا بيدينا بياض برضو وبيفتح لنا البشرة ويخليها موحدة. هنقلب كل الخليط ده كده مع بعض لحد ما يمتزج مع بعض كله.
ايوه هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط، هو ده نفس القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده هنجيب نص ليمونه. هنبدا الاول في توزيع الخليط كده، هنوزعه على ايدينا او رجلينا. طبعا القدمين تبقى اولى يعني، من فوق ومن تحت. تفضلي تحطي فيها كده عند الكعبين وعند بطن رجلك وعند الصوابع وعند العقل. تستعمليه برضو للايدين، بيخلي الايدين برضو هتشوفي النتيجة. بعد ما خلاص وزعتيه بتجيبي نص الليمونة، وتبدأي تدعكي بيها. تعصري وتدعكي كده، تعصري وتدعكي. تفضلي تدعكي كل رجلك وكل الاماكن اللي فيها غمقان، فيها سواد، انت عايزه تشيلي منها الجلد الميت اهو. هنجيب كيس نلبسه، اي كيس عندك تلبسيه في ايدك او في القدم اللي انت عايزه تعمليها. بس هتلبسي الكيس كده، تلبسيه لمده نص ساعه. بس طبعا انا بوريكي كده، مش هنقعد نص ساعه عشان اوريكي بس الفكره. هنغسل بعد كده القدمين او الرجلين ونعمل كريم مرطب. بعد ما نخلص كده هروح اغسل ايديا واجي لكم تاني. دلوقتي هنعمل كريم الترطيب. قلنا هنحط معلقه من الفازلين، معاها معلقه من اي كريم مرطب عندك. نحط معلقه، وبعدين هنحط نقطتين من جليسرين طبي. وهنجيب اللي هو جل الوفيرا، هنحط معلقه. نقلب كده. وهنجيب زيت جوز الهند، ده زيت جوز الهند. تعرفي زيت جوز الهند كويس ولا لا؟ لما يبدأ يتجمد، طبعا احنا في الخريف فطبعا هو متجمد نص تجميدة يعني. ونقطتين من عصير الليمون فريش، ونقلب الخليط جامد. انت ممكن تستعملي الكريم دوت بشكل يومي، لكن اللي هو المقشر اللي احنا عملناه وحمام الكريم ممكن تعمليه مرة واحدة في الاسبوع. طبعا احنا بنقلب لان الفازلين جامد شوية. بنقلب الخليط ده وبتبدأي تحطيه بعد ما حطينا المقشر على طول. ده احلى كريم ترطيب ممكن تشوفيه في حياتك، ومفيد جدا للبشرة ومغذي، وبيحتفظ بنسبة الرطوبة في الرجلين. بعد طبعا الرجلين ما عملنا لها عملية التقشير وعملنا لها الحمام وشلنا كل الجلد الميت، بنحط الكريم دوت عليها. وبعدين بنلبس برضو كيس بلاستيك، اي كيس بلاستيك عندك بتلبسيه عليها وتسيبيها طول الليل، وبتلبسي عليها شراب. وما اقولكيش بقى على النتيجة، هتشوفي النتيجة تحفة تحفة تحفة. وبتحطيها جنب السرير على اساس ان انت كل يوم ان شاء الله بالليل قبل ما تنامي تدهني منها القدمين وتلبسي الكيس وتلبسي الشراب. لو الفيديو عجبكم ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب دايما تبقي سعيدة في حياتك، واشوفكم على الف خير. السلام عليكم.